اهلا بيك عزيزي الكيك زون وعزيزتي الكيك زوناية في اي مكان. طبعا الجميع متأثر بالاحداث اللي بتحصل لاخواتنا في غزة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفك كربهم وان يوحد صف الامة الاسلامية على خير، وجميعا مسؤولين عما يحدث هناك. خلينا نتفق على حاجة واحدة بس، وهي ان كل واحد مننا، انت يلي بتتفرج عليا وانت يلي بتتفرجي عليا، اكيد مسؤولين قدام ربنا سبحانه وتعالى عن ما يحدث في غزة. ربنا سبحانه وتعالى هيوقفك كده ويقول لك تعالى، عملت ايه للقضية؟ عملت ايه لاخوك اللي بيتقتل كل يوم؟ عملت ايه لاخوك اللي مصاب؟ عملت ايه لاخوك اللي مش لاقي ياكل؟ عملت ايه لاخواتك اللي ميتين من الجوع حرفيا؟ فتقول له يا رب انا كنت بصلي ركعتين قيام ليل، يا رب انا كنت بدعي، يا رب انا كان عندي رسالة، انا بقدم محتوى رياضي وكنت بطلع اقول للناس ادعوا لاخواتكم، واذكرهم دايما بالقضية الفلسطينية العادلة، القضية الوحيدة في العالم العادلة. واحنا للأسف مشغولين بما يحدث بالفن والرياضة وبأي شيء، ولكن كل واحد عنده رسالة لازم يقولها. خلينا نبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بدأ الدوري الإنجليزي وبدأ الدوري الأسباني، وبالطبع بدأ الدوري المصري من الاسبوع الماضي، واتكلمنا طبعا في الجولة الماضية، تقدروا ترجعوا للحلقة الماضية. ولكن النهاردة هنتكلم عن ماذا حدث في الدوري المصري هذا الاسبوع، وماذا حدث في الدوري الانجليزي. ليفربول وابننا صلاح ومرموش لعبوا، والدوري الاسباني البارسا لعب امبارح وكسب 4، وريال مدريد هيلعب يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله، ومستنيين المباراة بفارغ الصبر علشان نقف على مستوى تشافي ألونسو مع ريال مدريد. الجولة الأولى في الدوري المصري بدأت بفوز النادي الأهلي الغير مقنع، وأنا بقول لك الغير مقنع، 4-1 نتيجة كبيرة، ولكن بالنسبة لي نتيجة غير مقنعة. تألق أحمد سيد زيزو رد على الجماهير اللي شتمته واللي أساءت ليه في الملعب بإحرازه هدفين وساهم بهدف، وكان من نجوم المباراة وخد رجل المباراة. كان من أبرز هذه المباراة هو ظهور مستوى محمد علي بن رمضان بمستوى رائع جدا. محمد علي بن رمضان لعب مباراة تكتيكية عالية جدا. محمد من اللعيبة اللي تشممك ريحة محمد أبو تريكة، وهقول لكم يا جماعة قريب جدا الراجل ده هيبقى من نجوم النادي الأهلي بالطبع مع زيزو وإمام عاشور. فالنادي الأهلي فاز 4. الراجل ريبيرو يعني خلينا نقول إن هو لسه يا جماعة يمكن دي كانت سادس مباراة ليه، باعتبار ان هو لعب 4 مباريات في كاس العالم للأندية ولعب مباراتين في الدوري. المباراة الأولى تعادل فيها، والمباراة الثانية فاز بنتيجة 4، وكان أداء يعني شايفه إلى حد ما مقبول، ولكن برضه مش هو اللي يمتع جماهير النادي الأهلي. النادي الأهلي محتاجة ان هي تتمتع ويكون في نتيجة ويكون في أداء جيد، وده اللي حصل، ان كان الاداء مقبول ولكن النتيجة كانت الحمد لله النادي الاهلي فاز برباعية مقابل هدف. والهدف اللي دخل في النادي الاهلي هو كوميديا سوداء ما بين هاني ومصطفى شوبير، وانا من الناس اللي مقتنع اقتناع تام بشوبير، ولكن طبيعي جدا يحصل ده. ولكن شوبير احيانا بيحاول يثبت نفسه للناس ان هو حارس كبير، ولكن صبرا يا شوبير صبرا، انت كنت قاعد بقالك فترة على دكة الاحتياط ولسه قدامك ان شاء الله باذن الله المستقبل وتكون حارس النادي الاهلي الاساسي. فيعني شايف ان شوبير ياخد شوية وبعدين يرجع الشناوي تاني كابتن منتخب مصر، وطبعا صلاح كابتن منتخب، ولكن محمد الشناوي كقائد داخل الملعب اكيد كلنا عارفين محمد الشناوي، ولكن انا بقول لك ان محمد الشناوي هو احسن حارس في مصر. فكانت دي الكوميديا السوداء اللي انا بحكي لكم عليها، وهو ان شوبير ومحمد هاني، محمد هاني للاسف عمل كوارث في هذه المباراه وختمها طبعا بالطرد اللا مبرر من محمد هاني. انت الراجل قال لك اخرج خلاص والموضوع انتهى، ليه تكلف فريقك ان انت تخسرك؟ والحمد لله ان احنا خسرناك يا هاني. فالحمد لله يعني ان اتطرد، يقعد له ماتشين 3 ويرجع كريم فؤاد الجبهه اليمنى ويلعب محمد شكري الجبهه اليسرى، لان كريم فؤاد المباراه الماضيه
كان سيء جدا جدا جدا. مباراة الزمالك والمقاولين العرب الزمالك بيتعادل. طبعا انا يعني جماهير نادي الزمالك ما تقلقوش، اتعادل، الدنيا ما وما خربتش زي ما بيقولوا يعني بالمثل البلد عندنا، ولكن طبيعي جدا الاهلي تعادل في الجوله الاولى، بيراميدز تعادل في الجوله الاولى، الاهلي كسب الجوله الثانيه، بيراميدز كسب الجوله الثانيه، انتوا تعادلتوا الجوله دي. الزمالك الى حد ما اللاعب البرازيلي اللي شارك بصراحه شايف فيه يعني زي ما انا قلت شيكو بنزا المباراه اللي فاتت لعب بشكل كويس، وهيكون يعني مع كثرة المباريات هتلاقوا شيكو بنزا مؤثر جدا مع نادي الزمالك، واللاعب البرازيلي بصراحة عمل مباراة كويسة، وفي هجوم شرس على المدرب من دلوقتي من جماهير نادي الزمالك. لسه شايف الكابتن احمد حسام ميدو عامل تويتة بصراحة اقل ما يقال عنها ان هي يعني انت بتدمر في النادي بتاعك، سيب الراجل يشتغل. بتتكلم ان اللاعب بيقول يعني في التويتر يعني بيقول ان اللاعب ان المدرب اللي لاعب دونجا من بدايه المباراه ده يبقى مدرب ما يفهمش كوره. انت كده بتاثر على نفسيه اللاعب بتاعك، كده انت بتاثر على نفسيه اللاعب بتاعك. فاعتقد ان نفسي ميدو والناس دي تبعد عن النادي، والنادي والله هيتصلح حاله وهيتظبط. فنادي الزمالك قدامه شويه كتير، وهتشوفوا نادي الزمالك في المستقبل القريب فريق كويس يقدر ينافس الاهلي ويقدر ينافس بيراميدز. فاعتقد ان نادي الزمالك ان شاء الله باذن الله واحدة واحدة هتلاقوا فريق قوي لجماهير نادي الزمالك، ما تقلقوش نادي الزمالك هيكون قوي ان شاء الله. نيجي بقى للبرايمر ليج والدوري الانجليزي، الدوري الامتع في العالم. اول امس اتلعبت مباراة ليفربول وبورنموث، وابرز ما جه في المباراة ان ليفربول لعب المباراة بشكل كويس جدا، استغل كل العناصر اللي جابها سواء كاركيز او فيرم بونج او حتى ايكيتيكي، وكمان استغل سرعات ايك ماستر نص الملعب اللي هتشوفوا السنه دي يا جماعه بيخرج نار من رجله. فمحمد صلاح جاب هدف، كان هدف البعض شايفه ان هو سهل ولكن هو هدف صعب جدا. الهجمه ميته، كان ممكن محمد صلاح يقول لك لا انا مش هجري على الكوره، خدها طلع يعني بسرعه محمد صلاح جري على الكوره وجاب الكوره واحيا الهجمه واحرز هدف. وكانت دي بدايه روعه لمحمد صلاح ان هو احرز هدف، ويعني عمل مباراه كويسه، وده اللي احنا ان شاء الله باذن الله متعودين فيه محمد صلاح ان هو يظهر بمستوى كويس الفتره الجايه. كمان محمد صلاح بكى في المدرجات، بكى في الملعب بعد المباراه، بعد الجماهير ليفربول ما نادت بجوتا اللي توفى اثر حادث اليم، ومحمد صلاح تأثر بزميله. طبعا ده طبيعي جدا ان زميله كان معاه في الملعب وكان موجود معاه، اتأثر تأثر شديد، ودي كان من ابرز لقطات المباراه. مليون مبروك لمو صلاح، مليون مبروك لليفربول. المباراه الثانيه اللي اتلعبت من المان سيتي وولفرهامبتون، واللي انتهت بفوز السيتي برباعيه. السيتي اللي عمل مباراه تكتيكيه رائعه، السيتي اللي بيقول للدوري الانجليزي انا رجعت تاني، سيبكم من السنة اللي فاتت، وجوارديولا رجع الشغف تاني لعيبته. ومن أبرز اللعيبة اللي لفتت انتباهي بشدة واللي هيكون من نجوم المباراة واللي هيكون نجم الدوري الانجليزي ريندرز، اللاعب المهاري، اللاعب اللي بصراحة عنده رؤية للملعب، عمل هدف صنع فرصة لأوسكار بوب ولعبها الهالاند في الهدف الأول، والهدف الثاني من مجهود فردي جبار من نص الملعب دخل وأحرز الهدف. مرموش لعب المباراة يعني نزل في آخر المباراة، يعني عمل مجهود لا بأس منه، ولكن إن شاء الله مع كثرة المباريات مرموش يجي إن شاء الله بإذن الله، ويكون مرموش ومحمد صلاح من نجوم الدوري الإنجليزي هذا العام. والسنة اللي فاتت ما بدأش مع مانشستر سيتي وجه من يناير وعمل مجهود كويس وأحرز أهداف. السنة دي إن شاء الله مستبشر خير بعمر مرموش إن هو يعمل مباريات قوية في الدوري الإنجليزي ومع مانشستر سيتي. جوارديولا بدأ يطبق أفكاره مع الصفقات الجديدة. جوارديولا أكيد مش هيكون زي السنة اللي فاتت. جوارديولا الراجل اللي اتكلم قبل الموسم، والراجل اللي بالمناسبة واقف مع القضية الفلسطينية وقفة راجل وقفة ما وقفهاش أي حد من اللعيبة العرب أو الناس المشهورة من العرب. فتحية كبيرة لجوارديولا. أنا هشجع جوارديولا هذا العام رغم أن أنا يعني مش من محبين السيتي، ولكن أنا هشجع المدرب ده. المدرب ده دخل قلبي من بعد ما قعد يتكلم عن القضية الفلسطينية، وبنته برضو نفس النظام بتتكلم دايما عن القضية الفلسطينية. فهو من الناس اللي أنا بحبها جدا جدا واللي هشجعها هذا العام، طبعا بالطبع مع ليفربول مع محمد صلاح إن شاء الله بإذن الله.
هالاند احرز هدفين، هالاند برضو عايد بقوه. هالاند السنه اللي فاتت يا مو صلاح ويا مرموش غير السنه دي. هالاند السنه اللي فاتت غير السنه دي. انسوا هالاند السنه اللي فاتت وركزوا في هالاند السنه دي. هالاند هيبقى حاجه عظيمه السنه دي ان شاء الله باذن الله. محمد صلاح يكون فايق ويصحصح لهالاند. وطبعا امبابي ولدنا امبابي ان شاء الله يكون مركز برضه ويشد حلو مع الملكي السنه دي، لان برشلونه اللي هنتكلم عنها دلوقتي مش هتكون صيد سهل لريال مدريد هذا العام. نيجي بقى للدوري الاسباني ومباراه برشلونه وريال مايوركا، واللي هقف عندها كتير جدا بسبب الاحداث التحكيميه اللي حصلت في المباراه. طبعا برشلونه بدا المباراه بتشكيلته العاديه، يعني اضافات بسيطه جدا اللي اتحطت جارسيا على ناحيه اليمين والناحيه الشمال. طبعا زي ما انتم عارفين ان برشلونه السنه دي ما عرفتش تجيب صفقات، ما عرفتش تتسجل بسبب القاعده اللي هي 1+1 دي او الواحد واحد كده، انا ما اعرفش اسمها ايه يعني، ولكن هي بسبب القاعده برشلونه ما عرفش يسجل. راشفورد طبعا شارك امبارح في نهايه المباراه. المباراة بدأت بهدف لرافينيا عن طريق لامين يامال، والهدف الثاني عن طريق توريز، والهدف ده اللي احنا نقف عنده واللي زي ما احنا بنقول كده هي كرة القدم روح رياضية وأخلاق. لو مش هتلتزم بكرة القدم يا توريز وفريق برشلونة بهذه الكرة يبقى معلش احنا دلوقتي كده ما نتكلمش كورة. امبارح الكورة لامين يامال شاط كوره خبطت في مدافع ريال مايوركا، اللاعب وقع على الارض. طبيعي جدا انت يا توريز خدت الكوره وقف الكوره، الحكم كان هيصفر. يمكن انا عملت فيديو وبس ما اتعرضش يعني، وقلت على الفيسبوك، يعني عملت فيديو على الفيسبوك وقلت ان الحكم صفر، بس اتضح لي ان الحكم ما صفرش. الحكم حط صفارته والطبيعي ان يصفر. الكوره اخلاق، الكوره اخلاق، فطبيعي جدا اللاعب وقع. قد يكون والخبطه في راسه، قد يكون مثلا اغمى عليه، قد يكون مثلا حصل له حاجه. هل هتفيد الكوره بجون وانت فايز؟ ومعلش انا اسف، ريال مايوركا يعني مش هو الفريق اللي يعني تستغل فرصه زي دي وتحط جون. فالطبيعي جدا ان يكون الموضوع خلاص انف، كفايه، وقف الكوره، طمن على اللاعب. وفي النهايه انت ما انفردتش بالمرمى، انت خدت الكوره واللاعب وقع قدامك، يعني الامور واضحه جدا وضوح الشمس يعني. فطبيعي جدا انت توقف الكوره. شاط توريس الكوره واتحرز الهدف. ومدرب ريال مايوركا طبعا كان منزعج وكان يعني عامل هيجان وميجان زي مدرب بيراميدز كده يوريتيتش، ولكن الراجل ده بصراحه عنده حق، جماهير ريال مايوركا عندها حق. جابوا الهدف الثاني وتم احراز، طبعا هدف قانوني 100%. خلاص انت مش عايز توقف الكوره، فدي حاجه انسانيه وحاجه يعني روح رياضيه انت عايز تتكلم فيها اتكلم، مش عايز خلاص. فطبيعي جدا ان ده اللي حصل. طيب خلينا اقول طيب حاجه تانية، ان لو نفترض مثلا ان ده لاعب في ريال مدريد، ريال مدريد لعب الكوره دي، جماهير برشلونه كان هيكون ردها ايه؟ قولوا له كده يا جماهير برشلونه، كان ردكم هيكون ايه؟ انا عايز افهم بس حاجه، جماهير برشلونه لو الهدف ده جابه ريال مدريد وضعكم انتم كان هيكون ايه؟ هل كنتوا هتقولوا الهدف صحيح؟ التعليق ليكم مشاهديني الكيك زون، بس لا اكتر ولا اقل. برشلونه فاز 4، برشلونه فريق ريال مايوركا اتطرد منه 2 لعيبه. لك ان تتخيل برشلونه بتوريز ورافينيا ولامين يامال وكوبارس وبدري ومجموعه كبيره من اللعيبه وبيلعبوا ريال مايوركا وناقصين 2، 9 قصاد 11. فالطبيعي جدا تكسب 6 و7 و8 وتعمل حفله. في حاجه برضو نسيت اقولها بعد ما جه الهدف الثاني اللي انا بقول عليه اللي فيه مسل للجدل دوه، وهو ان لعيبه برشلونه راحوا بهجمه. انا قلت يعني ظنيت ان جماهير لعيبه برشلونه هتعمل حاجه ما اتعملتش قبل كده، وقلت هتسيب ريال مايوركا عذرا، معلش عشان افهمكم بالراحه. فريق ريال مايوركا بعد الهدف الثاني برشلونه راحوا بهجمه، لقيت دفاع برشلونه مسلم، فانا قلت ان فريق برشلونه هيسيب الكوره لريال مايوركا يسجل هدف، يبقى دي قصاد دي ويبقى الموضوع خلص، ولكن ده ما حصلش. دي يعني من الحته اللي انا كنت اتمناها من لاعيبه برشلونه تعملها. فطبعا زي ما انا بقول لكم كده ان برشلونه فاز برباعيه، لاعيبه ريال مايوركا كانوا ناقصين 2، كانوا بيلعبوا 9 قصاد 11 واول 3 نقط. مبروك عليكم فريق برشلونه، مبروك لجماهير برشلونه. طبعا كان متوقع ان برشلونه تفوز طبعا
مع العملاق هانز فليك. ان شاء الله باذن الله منتظرين مباراه ريال مدريد واوساسونا يوم الثلاث ان شاء الله باذن الله الساعه 10. ان شاء الله الملكي يحرز اول 3 نقط، ان شاء الله تشافي الونسو يبصم ويحط اول بصماته مع الملكي ان شاء الله باذن الله في الدوري الاسباني، لان انتم عارفين هو جه بدايه من كاس العالم للانديه. ده كان يعني ملخص سريع للاسبوع الكروي، ان شاء الله باذن الله يعجبكم. عجبتك حلقتي ووصلت لغايه هنا، ما تستخسرش في لايك لاخوك الكريم، وما تستخسرش في ان انت تشترك في القناه وتعلونا شويه، وما تنسوش برضو الاهم مني ومن اي حد هو الدعاء لاخواتنا في غزه. ضروري يا جماعه صلي ركعتين قيام ليل وادعي لاخواتك في غزه، لان ده اللي يسالك عليه ربنا سبحانه وتعالى يوم ما تقف لوحدك قدامه. اشوفكم في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.